بعد الاطلاع على المواد 251 و304 على 2 و309 و313 و384 على 1 إجراءات جنائية و32 و40 ثانيا وثالثا و41 و44 و115 و116 مكرر 1 و118 و118 مكرر و119 ألف و119 مكرر ألف عقوبات. حكمت المحكمة حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للأول. أولا بمعاقبة كل من عمرو محمد عسل وأحمد عبد العزيز عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه، وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة. ثانيا بمعاقبة رشيد محمد راشد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبتغريمه 1,414 مليون جنيه، وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب بشاي وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد. ثالثا بعزل الأول والثاني من وظيفتهما العامة. رابعا إلزام جميع المحكوم عليهم المصاريف الجنائية. خامسا بعدم قبول الدعاوى المدنية والزام رافعيها مصاريفها ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. منك لله منك لله.